بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيدة بلقياكم في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد البسبوسة باللبن، كتجي سهلة، ما كنحتاجوش أننا نسقيوها نهائيا، كتجي لذيذة وكتجي خفيفة وأيضا طرية. غنشارك معكم أيضا واحد الكيكة، بما أن هاد الموسم ديال الليمون غنستغلوه، ندير معكم واحد الكيكه ديال الليمون كتجي روعه، المذاق ديال الليمون كيجي زوين. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وينال الاستحسان ديالكم. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير ديال البسبوسه. عندي هنا 2 بيضات، غنضيف كاس سكر سنيده، غنضيف 2 ساشيه ديال الفاني، غنضيف كاس الا ربع ديال الزيت، شويه ديال الملحه، غنضيف كاس ديال اللبن، غنخلط العناصر حتى ينسجموا. ضفت هنا واحد نصف كاس ديال دقيق الفرص، اي الدقيق الابيض. غنضيف هنا الكاس الاول ديال السميده رقيقه ديال الحلوى، غنضيف الكاس الثاني، كنضيف 2 خمارات ديال الحلوى، اي الخميره الكيماويه، هنا ضفت نصف كاس ديال السميده. صافي كنخلط الخليط. بالنسبه للخليط هنا ما يكونش ثقيل بزاف، لان بما ان السميده راه كتشرب، غنخليها الخليط نخليه شويه خفيف، وغندخلها للفران. درتها في المول ودخلتها للفران، وهذا هو الشكل النهائي بعد ما طبت البسبوسه ديالنا وزينتها بشويه ديال الكونفيتير وشويه ديال الكوك. وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وندوزو ان شاء الله المقادير ديال الكيكه.
انا بالنسبه للمقادير ديال الكيكه عندي 2 بيضات، وعندي واحد 2 ليمونات، وحده بقشورها وحده حيد ليها القشور. غنضيف واحد كاس ديال السكر سنيده وقريصه ديال الملحه. غنضيف نصف كاس ديال الزيت. غنطحن هنايا هاد الخليط كامل باش يتطحن ليا داك الليمون مع القشور. غنطحنو ونرجع معكم هنا بعد ما طحنت الخليط. غادي نضيف ليه الطحين، مغربل من طبيعة الحال. ضفت الكاس الاول، هذا الكاس الثاني. كنخلط العناصر مزيان وكنضيف واحد فانيلا، ساشي ديال فاني. كنضيف واحد خميره ونصف ديال خميره الحلوى، خميره كيماويه. هنا بعد ما كنخلط العناصر كاملين والخليط ما يكونش ثقيل بزاف، كندهن المول ديالي بالزبده ونرشو بالطحين ونخوي فيه الخليط وندخلها للفران. وهنا بعد ما طرت الكيكه هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رطبه وهشيشه وفيها واحد النسمه ديال الليمون زوينه. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.